واستمر معانا برنامج قمة العاصمة من الإسماعيلية. كابتن أشرف كامونجا بطل العالم للقوى البدنية، أهلا وسهلا بك يا كابتن. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك حضرتك واهلا بيك قناه العاصمه. كابتن أشرف، كلمنا على الجديد عن مصارعة المحترفين في مصر وإنشاء أول اتحاد مصارعة محترفين في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. والله احنا اول اتحاد نعمله الحمد لله بقالنا اكتر من 10 سنين، عاملينه في 2013 نهايه 2013 يعني. بدينا العروض في جوه مصر العربيه في اكتر من 10 محافظات، وعملنا في مستشفى السرطان 57 57، وعملنا في الاردن 3 مرات. وان شاء الله احنا بعد كورونا طبعا كنا متوقفين، أنا كنت بعمل صيانة في الحلبة، وكان عندي بعض الأمور المتعلقة بموسوعة جينيس وكنت مركز فيها شوية. لكن دلوقتي رجعنا بعروض كتيرة جدا. أولها هنعملها في شاطئ فايد، مركز شاطئ فايد في فايد الإسماعيلية. والكلام ده يوم 25 يوم الثلاث إن شاء الله، هنبتدي من الساعة 7:30 كده بإذن الله. ومتوقع الحضور هيكون من 2000 ل 3. متعاون معانا طبعا محافظة الإسماعيلية، وزارة التضامن ووزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم طبعا نشكر جدا جدا سيادة اللواء عمر الشافعي رئيس مركز مدينة فايد على وقفته معانا وتعاونه معانا. وبإذن الله في خلال الأيام الجاية دي بنستعد زي ما انتم شايفين في الموضوع. طبعا بشكر الراعي الرسمي كشري ابو طارق برضه انه وقفته معانا ودعمنا. وباذن الله الايام الجايه هنخلص العرض ده ومكملين بعد كده عروض جوه مصر ان شاء الله وبره مصر. كابتن أشرف، في دعاية نزلت، تحدي بينك وبين المصارع الروسي حامل الجنسية الأمريكية بروك لاسنر. إيه بالظبط التحدي ده؟ التحدي بيني وبين بروك نارزن دي كان تحدي لياقه بدنيه. وطبعا الحمد لله الجمهور اللي عملها مش انا. يعني المصري يكسب بسبب ان شدت تريلات والعربيات وحاجات كتير جدا. والقوه البدنيه بتاعتها اقوى من بروك، والحمد لله نال الناس اعجاب كتير جدا. لكن انا فعلا تحديت فان دام كان موافق وبعد كده اعتذر. وبويكا اسمه سكوت ولا سكوك، انا معرفش فاكر اسمه بالظبط، بس المشهور اسمه بويكا. اول امبارح اعتذر ان هو مش مهتم بالتحدي، اكتر مهتم بالتمثيل طبعا. ودي شيء انا افتخر بيها ان انا يعني زي ما تقول مثلا مسمع مع ابطال العالم كلهم، والحمد لله. لكن نخلينا في محاولات مع عمالقه من WWE. مش هقدر تذكر أسامي دلوقتي، مش هتقدر اقول إلا بيها لما. دلوقتي ان شاء الله الا لما تتم باذن الله، لان عشان خاطر الناس بتتعلق بحاجات دي جدا. لكن ان شاء الله في خلال الايام الجايه دي هيكون في رد كبير ومقنع باذن الله، وهيكون في تحدي مع عملاق من WWE عشان الموضوع يكون فيه إثارة وشوق أكتر بإذن الله. هيبقى في تحدي يا كابتن في المستقبل بين اتحاد مصارعة محترفين في مصر واتحاد مثلا مصارعة محترفين في أوروبا أو أمريكا في المستقبل إن شاء الله. هو اللي لسه قايل عليه دلوقتي إن شاء الله يكون تحدي مع ناس من WWE عشان نقدر نكتب مصارعة المحترفين المصرية اسم من ذهب على مستوى العالم كله. إن في مصارعة في مصر عريقة وجميلة. وبس احنا بداية، هو بقالنا 3 سنين، فراجعين راجعين بقوة، وراجعين إن شاء الله ومكملين بإذن الله. تمام. بصفتك بطل رياضة كابتن، والأولمبياد مصر قربت، بالنسبة للألعاب الفردية في مصر تتوقع ميداليات ليها؟ مجرد توقع لا بص، أكتر ولا أقل. هي الألعاب الفردية في مصر عندها في ميداليات، احنا بنجيب ميداليات كتيرة جدا، لكن للأسف ما فيش اهتمام نهائي. كلهم حقهم ضايعة. حتى لو جم حقهم بيجي مصاريف بسيطة جدا. لكن للأسف حق الألعاب الفردية ضايع في مصر. للأسف حق الألعاب ضايعة الفردية في مصر. كامونجا بطل العالم للقوى البدنية وصاحب لقب أقوى رجل في العالم، لبرنامج قمة العاصمة من الإسماعيلية، حازم الهنداوي.